كنا قدام بنت صغيرة عندها حوالي 6 سنين، طفلة بريئة مش فاهمة يعني إيه وجع أو يعني إيه خوف. كل اللي تعرفه إنها بتحس بالأمان لما تبص في عيون أمها، وإنه حضنها هو الحماية من كل حاجة وحشة. راما كانت ساكنة مع والدتها في حي شعبي، الناس فيه طيبين لكن الحياة مش دايما طيبة. الطفلة جميلة وذكية ودايما متفوقة في دراستها ومعروفة بأدبها وأخلاقها. كبرت شوية ولما وصلت 17 سنة تخطبت لعمر. عمر شاب مثقف بيكمل تعليمه في أمريكا. حبوا مع بعض من أول لحظة، ووعدها إنه لما يرجع وهي تخلص تعليمها هيتجوزوا ويبنوا حياة سوا. لكن الحياة ما كانتش رحيمة. في غيابه حصلت لراما حاجة غيرت مصيرها بالكامل. تعرضت لظلم كبير من 3 شباب استغلوا طيبتها وبراءتها، مارسوا عليها بنفس الوقت، وللأسف كان عندهم نفوذ ومن عيلة غنية واشتروا سكوت العدالة بالمصاري. راما اتصدمت وحياتها كلها اتقلبت، ولما رجع عمر وسمع اللي حصل ما قدرش يصدق وبعد عليها وسابها لوحدها، وأكتر من كده اتهمها في شرفها. وبعد كام يوم طلعت حامل. صدمتها دلوقتي أكتر من صدمة يوم الفاجعة. عاشت شهور الحمل بانهيار وعذاب نفسي وجسدي مش قادرة تتخطاه. أهلها رادوا يسووا من شانها إجهاض بس هي رفضت خالص. قالولها عذابك رح يزيد أكثر من كده، يا ريت ده حصل من شاب واحد كنت هتعرفي أبو جنينك، بس هلا مصيبة كبيرة. راما ما سمعتش كلام حد وردت عليهم إنها مستحيل تتخلص من ابنها أو بنتها. بعد كم شهر جابت مولودها، والمولودة كانت بنية سمتها بسمة. زمانها انبسطت رغم كل شي مرت بيه، بس بعدها صارت كل ما تشوفها تفتكر اللي صار معاها واللي هيصير لما تسأل على أبوها. رغم كل شي قررت تكرس حياتها لبنتها وتبعدها عن كل الألم اللي عاشته، بس الأيام ما بتتنسى والأسرار ما بتدوم. بسمة كبرت وبقت شابة وبلشت تسمع كلام الناس، بلشت تحس إنه في سر كبير حواليها، بلشت تحس إنه أبوها ما ماتش، لا، واجهت أمها أكتر من مرة. لكن راما كانت دايما ساكتة، خايفة تحكي وخايفة تخسر بنتها، ما تعرفش رد فعلها لما تعرف الحقيقة. لكن بسمة ما وقفتش هنا، سمعت الحقيقة من برا، ومن هنا بلشت رحلة البحث. رحلة طويلة مؤلمة دورت فيها على الحقيقة، على الهوية، على اسم الأب اللي غايب. وكانت مؤمنة إنه مفيش حاجة بتستخفى للأبد. بسمة بلشت دراستها في أولى جامعة، متفوقة وبتحب تقرأ كتير، بس دايما بتحس إنه في حاجة ناقصة جواها، فراغ مش عارفة تسميه، وقلبها دايما مش مرتاح. بلشت تلاحظ نظرات الناس، كلامهم المبطن، الجمل اللي تتبلش وما تتكملش، واللي بتنتهي بجملة اسألي مامتك. وفي يوم من الأيام راحت تدور في صندوق قديم في أوضة مامتها، وزمانها وقعت إيدها على ورقة مرسوم عليها 3 شبان. ما كانش رسم محترف، بس راما زمانها حاولت ترسم كل حدا فيهم بالملامح اللي ظلت في راسها. وراما في مدرستها كانت معروفة برسمها الحلو، وصفت لون شعر كل حدا وطوله ولون عيونه، وكأنه حاولت تخلي صورتهم في دماغها علشان يمكن يجي يوم وتتعرف عليهم. واحد من هذول الشباب كان أكثر حدا شد انتباه بسمة. عيونه فيها نفس النظرة اللي بتشوفها في مرايتها، شعره أسود زي شعرها وعيونه كبار زي عيونها. خدت الورقة وراحت على المرايا، ضلت مرة تبص لحالها ومرة تبص ليه. قلبها انقبض وشعور غريب دخل قلبها. راحت لمامتها وقالت لها مين الرجل ده؟ راما تشدت، عيونها دمعت ولسانها تعقد. حاولت تغير الموضوع لكن بس ما أصرت. في الآخر قررت راما تحكي، بس مش كل حاجة. قالت لها إنه ده كان مجرد شخص من الماضي وإنه مش مهم دلوقتي. بس بسمة ما اقتنعتش، حطت الصورة في شنطتها الصغيرة وبلشت تدور. سألت على الجيران، سألت صحبات أمها القدام، وبلشت خيوط القصة تتجمع قدامها زي الأحجية اللي ناقصها قطعة. بعد 3 سنين خلصت دراستها في الكلية، وبعدها قررت تروح لمكتب كبير في قلب المدينة.
قدمت على تدريب هناك. أول ما بلشت التدريب قابلت مدير الشركة اللي كان رجل كبير وطويل وعنده شعر أسود مع شوية شيب وعيون كبار. بس ما بلشت تدريبها في الشركة، وكل يوم كانت بتقابل المدير في الاجتماعات أو هي ماشية في الكولوار. قلبها كان بدق بسرعة في كل مرة تشوفه، مو بس علشان منصبه لكن علشان إحساسها الداخلي اللي بيكبر يوم بعد يوم. أهو الرجل ده هو نفسه اللي في الصورة، نفس الملامح، نفس النظرة، ونفس البسمة اللي كانت بتشوفها في نفسها في المراية من وهي صغيرة. بس كانت محتارة إزاي تبلش، إزاي تسأله هل ممكن يكون هو فعلا أبوها ولا خيالها سبقها. في يوم قررت تسرق لحظة من لحظاته في المكتب ودخلت عليه وقالت له: ممكن دقيقة من وقت حضرتك؟ بصلها باستغراب بس وافق. قالت له إنها مهتمة تعرف أكثر عن مسيرته، وأخذت منه كلام كتير عن الماضي، لكنه ما جابش سيرة مامتها ولا ذكر أي حاجة تربطهم ببعض. رجعت بيتها ودماغها مولعة، حكت لصديقها المقرب سيف اللي اقترح يعملوا تحليل الأبوة، وبالفعل قدروا ياخدوا عينة من فرشة شعر المدير، وبسمة راحت لمعمل خاص وعملت التحليل. مرت أيام ولما ظهرت النتيجة قلبها كان هيوقف. الإجابة كانت واضحة، تطابق إيجابي بنسبة 99.9%. هو أبوها. دموعها نزلت وهي ماسكة الورقة، شعور غريب ما بين الفرحة والخوف والغضب. سيف قاللها: شو اللي رح تساوي هلا؟ هتمشي تواجهيه؟ ردت وهي بتبص لبعيد: مش دلوقتي، لازم أكون مستعدة، ولازم أعرف هو إزاي قدر ينسى الذنب الكبير اللي كنت أنا ضحيته. كانت بتعدي، بتزيد من زعلها وأسئلتها، بتفكر في أمها، في نفسها، وفي اللي جاي. كانت كل ليلة تقعد قدام المراية تبص لنفسها وتحاول تلاقي شبه في ملامحها، بس المرة دي مش مع رسمة بسيطة، لأ، مع صورة حقيقية لنفس الشخص. وبعد كم شهر قررت تواجهه. دخلت عليه في المكتب الخاص به وهو كان قاعد لوحده. قالت له بنبرة ثابتة: ممكن أتكلم مع حضرتك في موضوع شخصي شوية؟ بصلها وقاللها: طبعا اتفضلي. أخدت نفس عميق ومدت له نتيجة التحليل. هو أخذ الورقة وقراها بلسان يرتجف، سكت كأنه بلع لسانه. سألت عليه وهي تبص في عيونه: حضرتك فاكر ذنب كبير ارتكبته انت و3 شباب قبل 25 سنة؟ ساعتها حست إنه لونه تغير وعيونها ارتبكت. قال بهدوء: أنا مش فاهم عليكي، بس ياريت لو تطلعي من هنا في أسرع وقت. ردت بنبرة فيها رجفة: راما هي ماما، وأنا بنتها، وبالورقة دي أنا بنت حضرتك. سكت، لف ورا المكتب وبص من الشباك. قال بصوت واطي: الموضوع ده قديم وكان غلط، أنا كنت صغير والشباب الثانيين هم السبب. الفكرة كانت فكرتهم وأنا ندمت وقطعت علاقتي معاهم من وقتها. بسمة صرخت في وشه: كل ده كان غلط. غلط، انت سبتها لوحدها وهي كانت بتصرخ بتتعذب وبتحاول تنسى. بس أنا عمري ما نسيت. كبرت وأنا مش عارفة بابايا مين، وكل يوم بسألها وهي ساكتة. الغلط أنا نتيجته، الغلط جابني أنا. رد عليها ببرود: أنا آسف، بس أنا عندي حياة تانية دلوقتي وعيلة وما ينفعش أرجع الماضي. خرجت من عنده وهي بتحس إن الدنيا كلها بتوقع فوق دماغها. رجعت لعند صديقها وسندها سيف وحكت له كل حاجة. قال لها سيف: لازم نكمل، لازم الناس كلها تعرف، ما ينفعش يفضل مستخبي ورا فلوسه ونفوذه. بس ما كانت محتارة، هل تفضح القصة كلها ولا تروح لمراته؟ وبعد تفكير طويل قررت تروح لبيتهم. وصلت على البيت وخبطت على الباب. فتحت لها ست محترمة باين عليها إنها مراته. أنا آسفة لو جيت بلا سابق إنذار، بس في موضوع مهم لازم تعرفيه يخص جوز حضرتك. الست بصت لها باستغراب وقالت: خير يا بنتي، جوزي في الشغل، تحبي توصلي له رسالة؟ بسمة قالت بصوتها اللي مليان تردد وألم: أنا آسفة لو هزيت استقرارك، بس أنا لازم أقول الحقيقة. جوز حضرتك
هو بابايا. الست سكتت لحظة ووشها تغير من الاستغراب للصدمة. ايه الحكي ده يا بنتي؟ بتتكلمي على مين؟ بلكي صار غلط في العنوان. أنا بنت راما، واحدة بنت كان عندها أحلام وتبني في أحلامها مع حبيبها كمان زي أي بنت، بس جوزك اغتصبها ومو بس لحاله، هو وأصحابه 2، والحمل صار منه، بس هو اختفى وسابها تواجه الدنيا لحالها. وأنا اللي اتولدت من القصة دي، وده تحليل الحمض النووي لو حضرتك عاوزة تتأكدي. الست خدت الورقة وإيدها بتترعش ومالت على الكنبة، الورقة بين إيديها وعيونها بتدمع. ردت عليها: أنا ما كنتش عارفة حاجة، عمره ما حكالي ولا لمح حتى. بس ما قالت: أنا مش جاية أخرب بيت ولا أطلب فلوس، أنا كنت بدور على الحقيقة ولقيتها. وفجأة الباب اتفتح ودخل عمر، بص ليهم وبص لمراته وقال: بسمة، إيه اللي جابك هنا؟ مراته وقفت وقالت له: هي بتقول إنها بنتك وده تحليل الأبوة. عمر سكت، ملامحه صارت مزيج من الصدمة والندم والخوف. بسمة وقفت وقالت له: أنا مش جاية علشانك، أنا جيت علشان نفسي، علشان أعرف أشوف وأفهم. دلوقتي شفتك وفهمت ومش محتاجة منك حاجة. عمر حاول يقرب منها وقال: بسمة، أنا آسف، أنا غلطت بس كنت خايف. بسمة رجعت خطوة وقالت: الخوف ما بررش اللي عملته. كنت طفل ماشي، بس لما كبرت، لما بقيت راجل وعندك سلطة، فين كنت؟ ليه ما دورتش عليها وسايبنا نضيع؟ مراته قربت منها وقالت لها: لو محتاجة حاجة يا بنتي، أي حاجة، إحنا هنا. بس ما قالت بهدوء: خلاص، أنا بس عاوزة أرجع لأمي أحضنها وأقولها إنه السر انتهى، وأنا مش ناوية أدخل حياتكم ولا أخد اسم ولا فلوس. خرجت من البيت وهي بتحس بحرية غريبة، وجع بس فيه راحة. رجعت بسمة من عند أبوها ودموعها كانت نازلة بصمت، رجليها شايلة حزن سنين ووشها كان فيه وجع وراحة في نفس الوقت. قربت من باب البيت قلبها بيخبط جامد، بس كانت قررت خلاص. أول ما شافت بنتها قامت بسرعة وقالت لها بزعل: لقيتيه؟ بسمة ما ردتش، دخلت حضنتها حضن طويل، حضن فيه كل الوجع، كل الوجع اللي اتخزن جواها من سنين. قالت لها بهدوء: أنا مش هتدور عليه تاني يا ماما، بطلت. راما دمعت ووشها بين عليه ارتياح بسيط وقالت: يعني ما لقيتيش؟ بسمة بصت لها وقالت بصوت مخنوق: لقيته، لقيته ورفضته. راما اتفاجأت، صوتها اتكسر وهي بتقول: ازاي يا بنتي؟ لقيتيه فعلا؟ كلمتيه؟ بسمة قالت: لقيته، وعرفت الحقيقة وشفت بيته ومراته وولاده، وقلت له أنا مين. سكتت لحظة وبعدين كملت: خلاص يا ماما ارتاحي. أنا قلت له أنا مش عايزة منك حاجة، لا اسمك ولا فلوسك ولا حتى عطفك، أنا جيت بس أعرف الحقيقة ودلوقتي عرفت. راما دموعها نزلت أكتر وقالت: كان نفسي أحميكي من ده، بس انتي ما بطلتيش. بس ما ردت عليها: ما كنتش هرتاح غير لما أعرف، بس دلوقتي خلاص أنا اكتفيت بيكي وبحضنك، ودي العيلة اللي أنا بختارها. راما حضنتها من جديد، حضن أمان بعد عاصفة. والليلة دي لأول مرة من سنين الاتنين ناموا وهما حاسين إنه فيه جزء من الجرح التأم، حتى لو الألم باقي.